جاهزين تعرفوا سر من اسرار الارت ثيرابي؟ يلا بينا نبدا. اول حاجه انا كنت كلمتكم عن الامتنان. دلوقتي احنا هنتعلم ازاي نمتن بشكل صحيح او ناخد اقصى استفاده من الامتنان او الحمد او الشكر. طبعا احنا كمسلمين، والله اعلم الناس اللي بتشوفني من انهي ديانه او من انهي جنسيه، it's okay for me, it's okay. فبغض النظر عن الديانات انا هتكلم في حاجه ليها علاقه احنا والحاجات اللي ربنا رزقنا بيها او الخالق رزقنا بيها بغض النظر عن المسميات. طيب ازاي اعمل امتنان صح؟ رقم واحد، لازم يبقى معايا نوت بوك وقلم. وهنعمل ايه؟ ان احنا هنفتح ورقه وهنسجل 5 نعم الصبح و5 نعم بالليل. فور اكزامبل، وانا عايزاكم النعم ما تبقاش بمجرد اللي هو انا بكتب النعمه وخلاص، لا، لازم يبقى فيه شعور، لازم يمشي معاكم بشعور، باحساس. فالاول هنكتب 5 نعم الصبح. في الاول، اول ما بنبدا امتنان، انا عايزاك تبص على نفسك وعلى جسدك الاول. يعني ايه؟ يعني اول ما تمتن او تحمد ربنا على نعمه، فلازم تحمد ربنا على نعمه هو رزقك بيها في جسدك. الحمد لله على نعمه الشعر، اللهم لك الحمد على نعمه الحواجب، العين، الانف، الفم، الاسنان اللي بعرف اكل بيها، الودن اللي بعرف اسمع بيها، المناخير اللي بتدخلي الاكسجين داخل وخارج اللي بيخليني عارف اعيش، جسدي اللي بيخليني اقدر اتمرن واطبخ واشتغل واذاكر واعمل حاجات كتيره، رجليا اللي شايلاني طول النهار، القفص الصدري وقد ايه بيدخل اكسجين لجسمي، واعضاء جسمي بتبقى محتاجه الاكسجين ده and so on. فدي الحاجات الاولانيه اللي هنكتبها، هي ليها علاقه بالنعم اللي ربنا خلقها فينا كجسد. فعايزاكم بقى عد بقى ولا تحصوا، يعني انت لو قعدت تعدوا نعم ربنا مش هتحصوها. فاكتبوا كل حاجه في سطر لوحدها. يعني اللهم لك الحمد في صيغتين عشان قبل ما انسى. الصيغه الاولانيه اللهم لك الحمد على نعمه كذا. الصيغه الثانيه انا ممتن لله على نعمه كذا. اوكي، فهنبدا مثلا هناخد البارت الاولاني. انت في عندك هنا كام جهاز ربنا خلقك او رزقك بيه؟ 1، الدماغ، المخ، فصين في المخ. كان عندك الشعر، كان عندك الوجه فيه حواجب، عيون، انف، شفايف، سنان، لسان، حنجره، اذن، غير طبعا الماسلز بتاعت الوش. انت عندك البارت ده مثلا ممكن تكون طلعت فيه 10 نعم اساسا، غير الحاجات اللي جوه اللي احنا مش عارفينها. تمام، تدخل بقى على من الرقبه للبطن. اللهم لك الحمد على وجود اكتاف. الاكتاف دي بتساعدني ان انا اشيل اوزان كبيره، ان انا اقدر اشيل ولادي، ان انا اقدر اسافر واروح واجي باستخدام دراعاتي. فاللهم لك الحمد على هذه النعم and so on. خلص جسمك كله، تدخل بقى على النعم الخارجيه. اللهم لك الحمد على نعمه الشغل، اللهم لك الحمد على نعمه الاهل، الاصدقاء، الزوج، الزوجه، الاولاد. النعم بقى الصغنونه خالص اللي احنا بنتعود عليها، اللي هي ايه؟ الغساله، التلاجة، الاكل اللي في التلاجة، الحاجات اللي في المطبخ، الاطباق، الكوبايات، الشوك، المعالق، كل دي نعم. الجزم، الشرابات، الهدوم، دولابك، خش دولابك. حط عينك حواليك، خلي عينك تلف حواليك وتشوف. اللهم لك الحمد على نعمه التكييف. احمد ربنا على اي حاجه، احمد ربنا ان عندك ملح في البيت. هنا تلاقي بقى ربنا كرم ورزق، واي حاجه انت بتدعيها بتلاقيه سبحان الله لو فيها خير بتحصل لك. فانا قلت لكم باختصار وبشكل مبسط ازاي نعمل الامتنان. فانا بس هحتاج منك 5 الصبح و5 بالليل قبل ما تخش تنام، ونقطه صغنطوطه كده، مش محتاج تجيب حاجه كبيره تاخد مساحه منك، وتخليها دايما يا اما في شنطتك يا اما جنب
على السرير اول لما تصحى تكتب ال5 نعم، وقبل ما تنام تكتب ال5 نعم. طب يا ندى ده هيعمل ايه؟ اولا هيخلي الشيطان يبطل يضحك عليك في حته انك تركز في اللي مش عندك، في اللي مش في ايدك، عن الحاجات اللي في ايدك. فلما يجي يضحك عليك ويقول لك ما جبتش العربيه، انت فاشل، او انت فقير قوي، تتف عليه وتقول له لا يا حبيبي انا عندي وعندي وعندي والحمد لله انا عندي 1 2 3 10، تعدهم له كده من الاخر. فما يعرفش يضحك عليك في الحته دي. فلما تيجي كل يوم تفتح النوت بوك تلاقي ايه ده 5 10 15 20 and so on، توصل ل100 بقى و200 و300 تقول ايه ده انا غني قوي، اللهم لك الحمد انا غني جدا، ده ايه كل الغنى ده؟ فما يعرفش يدخل لك في الحته دي. فتلاقي ربنا بيزيدك طول ما انت حاسس وبتشعر بقيمه النعمه اللي ربنا رزقك بيها. فده سر من اسرار الارت ثيرابي. ولو عايزين تعرفوا اكتر عن اليوجا، فيس يوجا، ارت ثيرابي، انرجي هيلينج اند اي حاجه اي حاجه في الحاجات دي، mental health او physical health، تقدروا تتواصلوا معايا من خلال الانستجرام، فيسبوك، تيك توك واليوتيوب. والفيديو ده هيبقى على اليوتيوب، بعتوه للناس اللي محتاجه تفهم اكتر عن الامتنان وتجرب التمرين ده. جربوه وقولوا لي رايكم ايه. شكرا، وما تنسوش تعملوا لي فولو وسبسكرايب.